ما كانت رئيسة الأطباء كانت راحت فيها. الله يحميها ويحفظها لعائلتها. آمين آمين. شوفي جوليا يا مان صار معها حادث سيارة وفوتناها على الإسعاف. حادث؟ وضعها كثير خطير، خبرنا الجراح بس ما تيجي فورا. رئيسة الأطباء أنقذتها للخانم، لولا هيك كانت راحت فيها. بس إذا بدكم رأيي بصراحة هذا ما هو حادث عادي، يعني عن قصد، مبين حدا متقصدها. كيف يعني؟ ساكبين تنكة زيت على الطريق وجوليا خانم زحطت سيارتها وفورا ضربت بالشجرة. أبصر مين عامل هالعملة. من وين طلعتوا لنا هلا بقصص الموافقة والمسخرة؟ كانت مريحة قبل، كنا نجي نكتب الدواء اللي بدنا اياه ونروح. خلصنا بقى والله صرعتيني، هلا منحل القصة، منخبرها للدكتورة ورد وهي بتحلها. نيرمين معلش انت تقولي لها تكتب لي الدواء. شوفي شو صاير لك؟ بدي اروح على الحمام كثير انحصرت. يا الله منك ميسون، روحي يلا روحي، بس ارجعي بسرعة مشان نشرب قهوتنا على رواق. تمام بروحوا وبرجعوا نشربها. يلا روحي. لك يخرب بيتك شو مولدنة، اعمليها قبل ما تطلعي من البيت. دكتورة ورد؟ مو هون؟ ان شاء الله تكون بقلب المستشفى، بس اذا ما عندها شغل بركي ما بتطول. يلا بنستنى شوي، اكيد هلا بتجي. لعمة هالرسالة من صلاح الدين. شو هاد؟ مستشار وزارة الصحة؟ يخزي العين، وامتى انت صرت المستشار؟ انا وقت تركتك كنت يا دوبك مدري رئيس دايرة مدري شو. يا الله ما عم بصدق، صلاح الدين أرجان رجل المهمات الصعبة. نيرمين ايه؟ نيرمين ايه شبك؟ شو في؟ جوليا. شو صار لجوليا؟ احكي. جوليا عملت حادث. كيف؟ طيب ما فهمتي حادث سيارة وضعها كثير سيء، قال دخلوها على العمليات. تعي نشوف شو القصة. يلا بسرعة ركضي. يا ويلي على حظي المعتر، يا ويلي. لا تنقهري يا روح قلبي، خلص بكفي يا روحي، والله رح تنهار أعصابك. كيف ما بدها تنهار أعصابي روان؟ كيف ما بدها تنهار أعصابي؟ فادية ليك اسمعي شو حقلك. بركي رشيد عم يقول الحقيقة، عم يبرر كل الوقت ويحلف يمين انه هالولد مانو ابنه. وقت زوجوهن اهل الضيعة بالقوة كانت هي اصلا حامل. هذا اللي عم يقوله، بركي هالولد عن جد مانو ابنه. ونحن شو بيعرفنا انه ما عم يكذب علينا مرة ثانية روان؟ لك هذا الرجال من كعب رجليه لراسه عبارة عن كذبة وبس. لنفترض ما عم يكذب وانه حكي مزبوط، طيب ليش من وقت ما عرفته لهلا ما حكى لي هالشي؟ روان اتركي من ايدك فادية انت لسه لهلا عم تبكي؟ مو حرام؟ معقول قاهرة حالك لهالدرجة؟ زلمة زعلك هالقد ما بيستاهل تبكي عليه. هذا اللي عم قلها يا سميرة خانم، بس ما عم تسمع. ما بيهون علي بدموعك يا قلبي، انت لا تبكي، لا بقى تقهري حالك هيك. روان في شي خبر عن سنية؟ لا سميرة خانم، بس إذا بدك بنبعت حدا لعندهم على الضيعة ومنخليه يسأل. لا ضروري، ما في لزوم. إما يا ما دارت بال عليها بزمانها، معلش انت ما بدها بترجع على راحتها. الله يشفي لها اياها ويعافيها. ولاني نحن جعنا كثير. سميرة خانم؟ مين قصدك طولاني غفور؟ روان؟ لا استغفر الله، حدا بيقول هيك لأخته؟ روان أخوكي وبنته جوعانين، حضري لهم شي ياكلوا. ولا تنسي مهلبية تيتي أمينة، تمام؟ من عيوني سميرة خانم، أنا رح رد على التليفون. ماشي سميرة خانم. والله إذا في مهلبية سكبيت نحن كل يوم نعمل مهلبية. تعي نقعد. انت ليش مأمورة وليش لهلا لساتك عم تبكي؟ شو هالمسخرة هي؟ شو صاير؟ بسم الله. المفتاح بقلبها ما هيك غفور؟ ايه بقلبها سميرة خانم. سميرة خانم ما بقدر ضل هون، بدي اجي معك. وانا كمان بدي
القصة؟ كيف صار معها هالحادث؟ لك حادث شو هاد؟ ما بعرف أخي، ما بعرف غير اللي قالته سميرة خانم. بس سميرة خانم ما قالت لي شي لإلي، حكت لك إلك، أنا ما حكت لي شي، أنا ما حدا بيحكي لي شي، وأنا بس عم بسأل سؤال مثل العالم والناس. فريد آغا، بصراحة حابة أسألك عن شغلة، بس بدون ما ألف ودور عليك بالحكي، رح فوت بالموضوع دغري. وافقت؟ خدي راحتك، اسألي لشوف. بدي أعرف أنت شو رأيك بخصوص فكرة سوزان؟ يعني بنقدر نقول انك انتبهتي على العلاقة اللي صايرة بيناتهم، ما هيك؟ وعم تسأليني إذا أنا موافق ولا ماني موافق، مزبوط؟ لا، سألتك أنت شو رأيك بهذا الخصوص؟ يلي بفهمه مالك مقتنعة بعلاقتهم. أنا ما بعرف شو كان صاير من قبل يا فريد. وقت كانت سوزان متجوزة من المرحوم أيمن، فكرت كان عايش معكم، يعني هن الثلاثة كانوا عايشين تحت سقف واحد. وهلأ هيك صار الوضع، مدري كيف. هلأ فكرة وقت اللي إجا أيمن وسوزان ما كان في شي بيناتهم ابنه. أصلاً هن بعدين عن بعضهم من زمان، يعني قبل ما يجي. وأيمن لو الله عطاه عمر وضل عايش كان رح يطلق سوزان. وكل شي صار بعد وفاة أيمن بمنيح. أنا طبعاً ما بعرف كتير تفاصيل، بس هذا اللي قال لي إياه فكرة وحلف يمين عليه. أنا سبق وحكيت معه لحالنا، قلت له إذا حبك كبير خليك واقف ورا، أو الأحسن تترك سوزان بحال سبيلها. يعني موافق على حبهم، بفهم منك، مو هيك؟ لو كان الموضوع موضوع حب وبس كنت وافقت، وما بصير ما وافق عليه. بس مشكلتي أكبر من هيك بكتير لطفية، وأعمق بكتير، وأهم بكتير. شو صاير كمان؟ بلش قلبي يغلي غلي فريد آغا، اللي شوفي. ابننا فكرة ورئيسة الأطباء ورد خانم بيحبوا بعض. مين؟ لا تقولها يا فريد. أنا مو رحت على ألمانيا، وقت رحت على هامبورغ وحكيت مع شريكي، هو قال لي إنه كان في وحدة دكتورة صبية حلوة واسمها ورد. قال لي إنه فكرة ما تغير لوقت ما تعرف عليها. يا ربي دخيل اسمك. يعني فكرة مع الدكتورة ورد ومع سوزان كمان؟ العمى شو قليل أدب هذا الولد، يعب الشوم على منظره. أنا ما عم أعرف ابن أختي بالمرة. ما بتقدري تتوقعي هيك شيء، الإنسان ما بيقدر يتوقع السيء من حدا بيحبه. بس نحن بدنا نحكي كل شيء لسوزان بأسرع وقت. هالطريق ما في مهرب منه بنوم. أنا بدي إلا كل شيء لسوزان. يا ريت كانت القصة بتنحل بهالبساطة. يا ريت إذا بتعرف سوزان بالحقيقة بيكون كل شيء خلاص ونقطة انتهى. شو في كمان إلي؟ فريد آغا بوس إيدك احكي. في لطفية، في كتير لسه. هلا أنت بتعرفي فكرة ليش إجا لهون وهالشي صار معروف؟ أكيد. بس بعد جيته بفترة ابن خاله برهان نقل تعيينه على المستشفى اللي هون، وبعد فترة قصيرة ورد خانم بتصير رئيسة الأطباء بالمستشفى نفسها. هلا برأيك اجتماع هدول الثلاثة بهالطريقة هو مجرد صدفة؟ يا آغا خير شبك بنتي، شوفي جوليا خانم عملت حادث. شو؟ وضعها كتير خطير، هيك عم يقولوا. وينها هلا؟ نقلوها على المستشفى. يلا تعالي يلا فريد تعالي آغا. لطفية تعالي. لك يا الله، بس حدا يطلع ويقلنا شو صار. هي منيحة ما منيحة؟ شو وضع العملية؟ والله النطرة هون مو معقول، شو بتحرق الأعصاب. نرمين كيف جوليا؟ هي سميرة حبيبتي، تعي يا قلبي تعي. لو كيف صارت هلا؟ والله صرنا ساعة واقفين وناطرين. يعني ما خبروكم؟ ما بعرف، لكنا ناطرين. شوفت عينك ما حدا طلع. كيف وضعها هلا؟ امتى رح تطلع العملية؟ امتى ممكن تخلص؟ ما حدا طلع لعندكم وخبركم؟ لا والله ما شفنا حدا بنوم. والله يا حياتي فوتوها على العمليات بسرعة بدون ما نفهم منهم أي شيء، ولهلا ما عرفنا شيء غير مرة طلعت الممرضة وقالت الأمور كلها منيحة، بس ما لحقت أسألها عن البيبي. قلتي بيبي؟ ايه مو دريانة، حامل جوليا. انتي شو عم تقولي نرمين؟
انت ما بتعرفي يعني ما حكت لك شيء؟ جوليا حامل؟ ايه حولي سميرة خانم. شو صار لك؟ تعالي. قعدي. خلص تعالي، خلص، ارتاحي. ارتاحي شوي، قعدي هون. امسكي اعصابك سميرة، هدي حالك شوي، كوني قوية. يا روحي انت. لطفية سبيني أنا شوي وبحقك. خلص روحي جاية وراكي. أمير عنده خبر، عرف بالقصة. اتصلت بالشركة بس ماله هنيك. صبيحة خانم رح تلاقيه وهي بتخبره بمعرفتها. لك يا عمري يا بنتي. ها نيرمين، لطفية خانم جاية، غالبا بتكون سمعت الخبر. يا الله لطفية خانم شو مزوقة، أهلا وسهلا حبيبة قلبي، مرحبا نيرمين. أهلا. كيف وضع جوليا؟ جيتي من شان جوليا؟ إيه طبعا يا حبيبتي، اجيت مشانها. شو قالكم الدكتور؟ والله نحن موكلين أمرنا لله، إن شاء الله هلأ بيطلعوا وبيخبرونا أخبار منيحة. الله يحميها، الله يحميها. سميرة خانم، لا تقهري حالك، إن شاء الله رح تقوم بالسلامة، لساتها شباب. إن شاء الله لطفية خانم، ادعي لها الله يخليك. طبعا رح ادعي لها. شلون صار الحادث؟ كيف ضربت بالشجرة يعني؟ وقت زحطت السيارة على الزيت ما قدرت تتحكم بالدركسيون فريد آغا. زحطت على الزيت؟ شو يعني؟ كان في زيت مسكوب. اشرح لي. علي بيك ممكن تجي شوي؟ عن إذنكم. بصراحة عمي فريد شافوا تنكة زيت فاضية مكبوبة على طرف الطريق، يعني كان في شخصين مارين من الطريق وشافوا الحادث، عم يقولوا إنه متعمد، لهيك عم تخطر على بالي أفكار بشعة. عم تحاول تقول لي إنه فكرة هو اللي وراء الموضوع. أنا والله ما بدي أظلمه، بس هو طلع عن السيطرة آخر فترة. يعني شو ممكن يكون في براسه؟ ما عم بقدر أعرف. فكرة ما عم يعرف شو عم يسوي، بس بده يعرف. أنا رح أعلمه. إسماعيل، تفضل يا أغا. فكرة إجا شي؟ ما إجا، ما شفته يا أغا. شلون ما إجا؟ أنا من الصبح هون ما شفته للبيت. عشغلك. حاضر. خير عمي، صاير شي؟ إذا خير ولا شر هلا أنت اللي بدك تقول لي هالشي. فكرة شو صاير هلا؟ شو صار لحتى تحاكيني بهالاسلوب؟ فكرة شو عملت فكرت؟ احكي شو عملت فكرت؟ شو رجعت عملت فكرت؟ فكرت انت اللي عملتها فكرت. يا رب يدخيلك يا رب. فكرة ولك عمك عم ينادي لك، ولك عمك وقت عمك بينادي لك بتتبسمر بأرضك. تفضل عمي، مرني. شو عملت؟ شو بدك تعمل لسه أكتر؟ شو أنا ما علمتك شي من الإنسانية؟ ولك ما فيك لا شرف ولا ضمير ولا ناموس؟ لك معقول بعد ضميرك بهالبساطة؟ شو صاير عمي؟ قل لي شو صاير لحتى تعتبره شو مني بده أنا؟ يصير لسه؟ شو اللي بين الحياة والموت؟ صبية بأول عمرها وأم لولدين، هلا عم تنازع بالمستشفى من ورا عمايلك مرة مصدومة عملت حادث. الحمد لله على سلامتها، الله حماها. شو أنا سبب الحادث؟ أنت السبب طبعا. معقول وصلت معك لدرجة تقدر تسكب الزيت بطريق مرة بريئة لحتى تقتلها؟ شو مجرم أنت؟ أنا سكبت زيت؟ إيه؟ فكرة لا تلف وتدور، حتى لو مرة واحدة بهالعمر خلي يطلع منك كلمة حق. عمي لا تضغط علي، عم قل لك أنا ما عملت شي بالمرة. وأنا كيف بدي صدقك والله؟ وليش بدي صدقك هلا؟ ليش لحتى ما تصدقني؟ شو كذاب أنا؟ إيه كذاب طبعا. حضرتك حبيب رئيسة الأطباء ورد خانم، ليش خبيت عني هالقصة؟ ماشي شيلك مني، ما بدك تفوت عمك بقصص الحب الخاصة تبعها، هي بلعناها. سوزان شو وضعها؟ سوزان وورد صاروا أقرب رفيقتين لبعض وصحبتهم قوية. مو أنت اللي قلت لي عمي أنا حبيتها لسوزان من قلبي؟ مو أنت اللي قلت إني بحبها، بس بعدين شفت إنه ما خرج الموضوع، شفت إنه الكره اللي جواتي أقوى من الحب كتير،
وقفت قدامها وقلت لها سوزان انا وانتي مو ظابطين، خليكي بعيده عني لاني ما خرجت من حبيبك. واضح. لهيك نقلت تعيين برهان لهون على المستشفى، وبعدين انت اللي اقنعت رئيس الاطباء تنتقل لهون. فهمني، انت عملت شبكه يعني؟ عملت عصابه ولا عم تصوروا فيلم؟ عم تساوي هيك حتى تخلي امير يدفع ثمن اغلاط ابوه؟ عمي ليش هيك عم تحاكيني؟ عصابه شو هي؟ كله بالصدفه. ما هيك اجتماعكم هون بنفس الوقت صدفه. الله هيك يسرها سبحان الله. ولك حاجه تكذب الكذب عاده بشعه، اذا بترفع ايدك بتصير تشرشر كذب. قلت رايح على المانيا وما رحت، وضغطت على رفيقك ليبعت تلغراف باسمك، وبعدين قلت انه انت وورد مجرد رفقات بتطلعوا عشاء. قلت لي انا بحبها لسوزان عمي ورح خليها مبسوطه. شو صار؟ طلع في عندك عشية ومخبي. انا على اساس شو بدي صدق؟ كيف بدك يعني صدق؟ شرحت لك هالشي مدري كم مره، شرحت لك وحطيتك بالصوره كتير، وما رح ارجع اشرح لك عن حالي مره تانية عمي. اذا ما بدك تصدق لا تصدق، اصلا انت بعمرك ما كنت واقف من صفي، دائما عم تكون واقف من صف امير. انا كل عمري بوقف بصف الحق، بوقف مع الحب والصلح والراحه والامل، هدول اللي بوقف بصفهم. حياتي كلها كرستها مشان هالمبادئ. ما تتسكر الجروح القديمه مستحيل يصير صلح، انسى الموضوع. طول ما في طرف عم يعاني وينوجع كل الوقت، الصلح والحب والراحه كله حكي فاضي، مثل ما عم قل لك عمي. انا فهمان شو في براسك. البني ادم ليش بيعيش؟ مشان الشرف والكرامه. امير وقت اللي بيعرف انك تسببت بحادث كان روح مرته، شو رح يصير؟ شو رح يصير؟ بيقلت لك ولك غبي بيقوصك. ما عم تستوعب بيقوصك. يقوصني؟ اذا بيطلع بايده لا يقصر يقوصني. عم قل لك انا ما عملت شي لمرت امير. اذا عم يدعي اني عامل هالشي يجي يواجهني بوشي ولا يقصر باللي بيطلع بايده، واذا طلع معه حق بنتواجه. حط براسك النهايه رح تكون بشعه. يلا نشوف يا فريد، اطلع من هالقصه كأنك شاطر وفرجينا شو رح تعمل. كيف بدك تحميه من اخوك هلا؟ شو حلتها هي؟ واحد منهم رايح على الحبس وواحد منهم رايح على القبر. يا الله. فكرة بيك افتح الباب. عم قل لك افتح الباب. تفضل حضرة الضابط. خير، في بحث عن المتخلفين؟ لازم تتفضل معنا على المخفر. السبب؟ تعال معنا، هلا بتعرف كل شيء بالمخفر. سيدي بقدر اعرف السبب اذا بدكم تحققوا معي. اخ فكرت، في بلاغ ضدك، لا تصعب القصة وتعال معنا برواق. بلاغ عني؟ مين اللي بلغ عني؟ حابين نسألك كم سؤال بخصوص حادث جوليا يمان. سيدي شو دخلني انا بجوليا يمان؟ انا مالي علاقة بالمرة. يلا اخي يلا تعال. عمي انت اللي بلغت عني؟ يلا اخي يلا. ما صدقتني مو هيك؟ كمان هالمرة وقفت من صف امير بدالي مو هيك؟ انا دائما بوقف مع الحق لو على قطع رقبتي فكرت، واللي عملته هو الحق. مفكر حالك تصرفت المضبوط عمي؟ يا حرام، يا حيف بس. يلا فكرت بيك.
رح يحميها بنتي. خلي إيمانك بالله كبير. دعي لتقوم بالسلامة. هدول الأولاد ما رح يضلوا بدون أمهم. خلينا ندعي لهم. آمين آمين. الله يحميها. أمير جوليا رح تكون منيحة. يا ربي شو هالمصيبة اللي اجتنا هلا؟ شو هالمصيبة اللي وقعت فوق راسي؟ أمير يا عمري أنت تقبرني يا أمير. وكيف صارت هلا؟ ما بعرف أمير، ما بعرف. يا ربي العملية كانت منيحة أمير بيك. في ضلع طلعت مكسورة نتيجة قوة الضربة وتأثرت الرئة، بس عالجنا هالشي بالعملية. والنزيف اللي صار برجلها وراسها قدرنا نعالجه وحندخلها العناية المشددة. طيب وكيف وضعها؟ نحن أنقذنا زوجتك بس ما قدرنا ننقذ الجنين. الحمد لله على سلامتها. جوليا خانم، حبيبة قلبي، خليكي قوية. جوليا انتي رح تطيبي. كنا كثير مبسوطين خالتي انه رح يصير عنا ولد ثالث. الله بيعوضكن يا ابني. بالأول خليها تتعافى وترجع لصحتها وتكون بيناتنا، وبيصير عندكن إن شاء الله. ان شاء الله. بس تضل جنب ليلى وعدنان وما بدي شي من هالدنيا. طمني كيف وضعها هلا؟ أحسن، بس بدنا نستناها لحتى ترتاح وترجع لوعيها من جديد. أنا بشكرك من قلبي دكتور. والله يا أمير بيك، يلي أنقذت حياة جوليا خانو هي الدكتورة ورد. ورد خانم؟ إيه، كانت ورد خانم مارقة من نفس الطريق بوقت الحادث، ووقت شافت سيارة جوليا خانم دغري وقفت وساعدتها، ولو ما قدرت توقف للنزيف كان مستحيل تلحقها على المشفى حتى، وكنا خسرنا زوجتك من النزيف اللي صابها. الحمد لله على سلامتها مرة ثانية. شكرا، الله يسلمك. ورد هي اللي أنقذتها. الحمد لله على الحمد لله على سلامة أمير بيك. شكرا. لنشوف شو هاد صلاح الدين أرجان المحترم. رئيسة أطباء مستشفى جوكوروفا، الطلب الذي تقدمت به آيلا ورد كهرمان إلى الوزارة. سميرة نادت آيلا وأنت لحالي مين هي آيلا؟ طلعت رئيسة الأطباء. سميرة شو خاصة بالموضوع؟
طيب أمير عنده خبر؟ يا بيك، أول ما عرفنا إنه هذا الكلب هو اللي كان سبب الحادث، إجوا الشرطة وأخذوه على المخفر فورا. مين هالكلب؟ فكرة أمير بيك، هذا الكلب اللي اسمه فكرة. المهم، هي فكرة. هذا اللي صار يا بيك. هذا الكلب حاطط بالشحنة من ورا تقريبا شي 10 تنكات زيت وثاقبهم كلهم وانسكبوا على الطريق. وقت اجت جوليا خانم بسيارتها كانت الارض كلها زيت، زحطت معها وطبعا هي رح تدعس فرام، بس اكيد ما رح يلبيها. السيارة بتزحط وبتجي وبتروح وبتضرب بالشجرة دغري. والحمد لله انه الشرطة حققت دغري يا بيك، وهن عم يسألوا عن التفاصيل. فورا عرفوا مين الفاعل، راحوا لعند هالكلب وشحطوه معهم على المخفر. أمير بيك استنى. أمير، يا أمير استنى. شو بك ما بتعرف تسكر تمك؟ أمير الله يوفقك، روح لا تعمل شيء، حاول تهدى، سوي حساب أولادك، الله يوفقك. اسمعيني شوي يا أمير. رجعي خالتي لا تتدخلي. أمير لو سمحت اسمع لي هيك، بس بدك تعمل شيء، بس فكر بأولادك. أمير سميرة؟ شو عم بصير؟ شو صاير له أمير؟ فكرة هو اللي سكب الزيت على الطريق. لا لوين بده يروح؟ لوين بده يروح؟ أكيد راح لعند فكرة ليحاسبه، واضحة. أيوة أيوة أيوة. ممكن تحكي لنا وين كنت بوقت الحادث؟ يا ربي دخيلك انت حضرة الضابط. كنت بمحل ما كنت. انا مالي علاقة بهذا الحادث بالمرة. فكرة بيك، عم تضحك بس الموضوع كتير جدي. مو جايبينك لهون لتتسلى. انت اللي ساكب الزيت على الطريق. مين شافني؟ طيب سكبت زيت، مين شافني؟ بقول لك مرة تانية، ما في هيك شيء. لهلا ما اعطيتني جواب. وين كنت وقت اللي صار الحادث؟ يا رب الصبر من عندك. كنت راجع من حقل القطن سيدي. يعني على امتداد كوزان، نفس الطريق اللي صار فيه الحادث. سيدي عن جد انا مالي علاقة بهالقصة بالمرة. انت حاجزني هون على الفاضي. انت عملت هيك من وراء عداوتك مع امير يمان. كان هدفك سيارة امير بيك؟